تعالي بقى اقولك، لو ولادك طلبوا منك طاجن مكرونة باللحمة المفرومة تقدري تعمليه ازاي في 10 دقايق، يعني اسرع من الدليفري، بمكونات كلها موجودة وسهلة وبسيطة جدا، وهيتعمل معاكي بسرعة الصاروخ، وهيطلع معاكي احلى طاجن مكرونة عمرهم ما هيطلبوه تاني من بره. وكمان التقديم والشكل عليه عامل اساسي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة والجمال ده! ده انت لو حطيته لهم كده يقولك يا ماما انت جايباه منين، مش هيقولك انت عاملاه في البيت خالص. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه. تقدري بقى تعملي لحمة مفرومة، فراخ سادة، اللي انت عايزاه كله من ايديكي هيبقى زي العسل. شايفين الحلاوة والجمال ده؟ هنخش دلوقتي هنشوف عملناه ازاي في 10 دقايق. بس قبل ما نبدأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. وكمان كومنت حلو منك كده حبيبتي تعرفيني انت منين، هكون سعيدة جدا. ولايك جميل عشان الفيديو ده ان شاء الله يعجبك وهتخرجي مستفيدة منه بإذن الله. حاجة كده عسل، ريحة تحفة، هيتعمل سرعة جدا. تعالوا بقى نخش الفيديو ونشوف عملنا ازاي. نسمي بسم الله ونحط كده كمية بصل حلوة كده في قلب الحلة مع شوية زيت. تقدري بقى تبشري البصل تقطعيه، اللي انتوا بتحبوا البصل ازاي اعمليه. احنا بنحب البصل مبشور فانا بشرت البصل. بعد يا دوبك مديته تقليبه بسيطه خالص، دبل معايا مع شويه ملح. هنزل بالطماطم بتاعتي، وكمان مشغله البوتاجاز مع بعصق في اللحمه. تعصيجي اللحمه ازاي بقى؟ تقطعي كده بصلايه حلوه كبيره وقرن فلفل، وتبتدي تحطيهم، وتبتدي اللي انت بقى تقلبي البصله كده لما تدبل بحاجات بسيطه، وتنزلي باللحمه المفرومه بتاعتك، وتحطي عليها ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات فقط لا غير. تحطيش اي حاجه تانية. والحله معانا الخضره دي لسليق المكرونه. تسلقي بقى كميه المكرونه اللي انت عايزاها. لما الميه تغلي معاكي تنزلي بيها بمعلقتين ملح كده كبار، وبعد كده تنزلي بالمكرونه بتاعتك. انا بفضل مكرونه الاكياس حوا، يا اما الملكه، يا اما بجيب سايبه النجمه. لو ما لقيتش النجمه ما بجيبهاش، لان اي مكرونه تانية مسافه ما بتحطيها في الميه تبص تلاقيها بقت عباره عن عجينه. هنسلق المكرونه بتاعتنا، يعني تخلي فيها ندغه كده بسيطه خالص، يعني ما تطلعيها ما تبقاش مستويه معاكي وتبقى مهريه. تحطي الكميه اللي تناسب بيتك، كيس 2 3 حسب اللي يناسب بيتك. انا النهارده بديكي وصفه سهله جدا لو انت في اي مشوار، لو انت مثلا تعبانه ولا اي حاجه تقدري تعمليها في 10 دقايق، او ولادك طلبوها منك ومش قادره ان انت تجيبيها من بره. لو بربع كيلو لحمه او ربع كيلو صدور فراخ تقدري ان انت تعملي احلى اكله في بيتك، وتملي بيتك خير وولادك ياكلوا ويشبعوا، لان حاجه بره بتبقى غاليه وفي نفس الوقت ما بتشبعش وما بتسندش معاكي طول اليوم. زي ما انتوا عارفين الظروف الحمد لله اليومين دول الغلا مش مخلي الناس ماشيه بتكلم نفسها، ونحمد ربنا الحمد لله على كل حال. بعد ما سلقنا المكرونه، عصجنا اللحمه بتاعتنا، عملنا الصلصه بتاعتنا. هتقولي الصلصه دي كتيره. الصلصه دي انا كنت عاملاها عشان كنت هعمل محشي، فقلت تاني يوم يعني، فقلت ايه اللي انا هعمل الصلصه منها للمكرونه ومنها المحشي. يعني صلصه المحشي بالمختصر البسيط تنفع للمكرونه الطاجن بتاعنا الجميل ده. هنزل بقى برضو بالمكرونه بتاعتي وابتدي انزل عليها بالصلصه. شايفين الصلصه؟ سبتها كده لما خدت ودت واتسبكت وبقت زي العسل. تعرفي منين اللي هي السبكت؟ تطرد الإدام بتاعها. ايه هو الإدام؟ حاطه زيت، حاطه سمنه اللي انا شلته قدامكم منه شويه ده وحطيته. يبقى الصلصه بتاعتي اعرف ان هي اتسبكت لما تطرد الإدام بتاعها، تطلعه بره على وشها كده وتدي معاكي اللون الجميل الاحمر ده. تقدري برضو تزودي للمكرونة الصلصة، تقدري تقللي للمكرونة الصلصة حسب ما انتوا بتحبوا. في ناس بتحب صلصتها كتيرة، في ناس بتحبها مظبوطة، في ناس بتحبها خفيفة خالص، برضو حسب ما انتوا عايزين. هبتدي اقلب معايا المكرونة بتاعتي. طب ما انتي بتعملي مكرونة عادية خالص اهو، طاجن ايه وبتاع ايه؟ بصي التقديم بيبقى له عامل تاني،
وفي نفس الوقت الطعم بيبقى له عامل تاني خالص. في ناس بتحط الصلصة على على اللحمة وتديها تسبيكة وكده وتقول لك طاجن مكرونه. لا طبعا، ده بقى تقدري ان انت تحطي في الطواجن دي او في الطواجن الفخار وتدخليها الفرن كده لمده 5 دقايق، ما تكتريش على 5 دقايق او 10 دقايق لو في الفخار. ليه بقى؟ هيدي معاكي الطعم بقى بتاع الفخار لو انت حباه. لكن كده سريعة جدا وسهلة جدا وتديكي طعم زي العسل، نفس طعم الطواجن. كل حاجة معانا سخنة كده مولعة وجميلة خالص. وهحطها في الطاجن وهقدمها حاجة جميلة، ولادك هينبهروا بيها وهتاكلوا احلى مكرونه. الف هنا وشفا حبيبه قلبي على قلبكم. لكن لما تيجي تعملي زي ما انا بعمل كده، في ادي الطواجن اللي موجوده عندي الالمونيا، لو عندك اي حاجه المونيا بتدي الشكل معاكي الحلو او طواجن فخار تقدري اللي انت تعملي. لكن انا قلت الاول بصي حطيت الصلصه، ما تحطيش بقى الصلصه الاول. ليه؟ لان انا لما حطيت الصلصه الاول جيت اقلب لقيت المفروم لزق في الصلصه. انما الطواجن الاول اللي في الاول اللي انا وريتها لكم، الطاجنين الاولانيين دول ما كنتش حاطه فيهم صلصه. يعني انا لما قلبت دول ولقيت الصلصه لزقت في المفروم، برضو هقلبه معاكم دلوقتي عشان اوريه لكم. فما حطيتش بقى بعد كده، حطيت بس مفروم الاول وبعد كده المكرونه وضغطت عليها وقلبتها، طلعت معايا بالشكل زي العسل اللي انتوا شفتوه كده في الاول. يعني انا حبيت برضه اقول لكم حاجه، انا جربت كده وجربت كده، بس الطريقه الاحلى اللي انت ما تحطيش من تحت الصلصه، حطي المفروم مكرونه، حابه تزودي شويه صلصه فوق المكرونه من فوق خالص تقدري ان انت تزودي. لكن هي كانت كده معايا كانت حلوه قوي، احنا بنحبها الدرجه ديت. شايفين ما شاء الله؟ تعالوا بقى نقلبهم واوريهم لكم. شايفين؟ اللهم صل على النبي. شويه صلصه، شويه سلطه، حابة تحطي برضو شوية صلصة جنبهم، طبق صلصة للي حابب يزود صلصة، شوية لفت كده متخللين. اللهم صل على النبي. ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال ده؟ دول بقى كنت هتجيبيهم بقى من بره بكام؟ انا وفرت في بيتي ربع كيلو اللحمة او ربع كيلو البانيه، او عملتها سادة وجنبها شوية سلطة شوية بطاطس متحمرة. قضيت يومي بأكلة زي العسل ونظيفة وزي الفل من ايديكي. دي بقى الطواجن اللي انا قلت لكم عليها اللي انا حطيت فيها الصلصه الاول زي العسل، بس الصلصه يعني شالت معاها المفروم وانا بقلبها، غير الطواجن الاولانيه. شايفين ما شاء الله؟ طريقه التقديم، طريقه الشكل تفتح نفس ولادك على الاكل، يحسوا ان الاكل دوت لا من بره. لان ولادنا حتى لو الاكل مش حلو بره برضو بيحبوا الاكلات بتاعت بره حتى لو مش حلوه. بصوا اهي بوريها لكم اهي، شايفين؟ الصلصة شالت اللحمة المفرومة معاها. لكن بعد كده بقى جم بقيت بقى العائلة وعملت لهم بقى تاني، فما حطيتش بقى صلصة الأول اللي أنا وريتها لكم في الأول. شايفين الصلصة خدت الايه المفروم معاها. ألف هنا وشفا حبايب قلبي على قلبكم. ويلا قومي بقى اعمليها كده بكيس مكرونة ولا كيسين مكرونة، هتاكلي أحلى طاجن في 10 دقايق. والله العظيم ما بياخد وقت خالص، يا دوبك على وقت تعصيج اللحمة، وكلنا عارفين تعصيج اللحمة ما بياخدش وقت خالص. وحتى الصلصة لما تيجي تعمليها تسبكيها ما بتاخدش وقت، ولا سليق المكرونة. يبقى انا بقيت اسرع من الدليفري وجبت لولادي الطواجن اللي هم بيحبوها. بألف هنا والشفا. واوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد، وكل فيديو جديد انزله تشوفيه حبيبة قلبي وتقولي لي رأيك ايه في الكومنتات، وتقولي لي كمان انت من انهي بلد. اكون سعيدة جدا بيكي. بدوق معاكم اهوت. شايفين ما شاء الله اللفت دوت؟ يعني اللهم صل على النبي، حاجة كده زي العسل. يومين 2 بس والله واتاكل يومين 2 كان زي العسل. في حاجات كده بتتعمل احنا بنقول عليها كده بالبلدي قرفتها حلوة. فما شاء الله. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، ومع السلامة.